السلام عليكم الاخوان الاخوات، معكم حمزه الخضر. مرحبا بكم في القناه ديالي. كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد اللي غنشوفوا فيه اخر اشغال ملعب طنجة الكبير، ولكن هذه المره غنشوفوا الاشغال من داخل الملعب وليس من خارجه. كما كنا متعودين كنشوفوا تركيب الهيكل الخارجي بملعب طنجة الكبير من الخارج. يعني أشغال تغليف الملعب، ولكن كاين هناك أشغال داخلية داخل الملعب اللي غنشوفوها اليوم. كما كتشوفوا فتم إزالة الكراسي بالمنطقة الشمالية والجنوبية. كما كتشوفوا فيتم صباغة المدرجات. كاين هناك فرق كبير بين المدرجات العلوية والسفلية. كما كتشوفوا كاين فرق كبير. كاين المدرجات السفلى تم صباغتها، المدرجات العلوية باقين كيزولوا الكراسة باش يتم الصباغة ديالهم، صباغة المدرجات، ثم من بعدها يتم وضع الكراسي. كما كتشوفوا فالأشغال قائمة، لهذا تم منع الجماهير من ولوج هذه المنطقة الشمالية والجنوبية بسبب تواجد بها أشغال، حيث قبل موندياليتو ما كانش هناك وقت كبير باش يتم وضع كل هذه الأشغال بالدقة، فكانوا غير دي بانا. ولكن الآن تم كيكملوا الأشغال اللي كانت باقا. كما كتشوفوا في هذه المنطقة الجنوبية تم صباغة المدرجات، وباقي المنطقة اللي فيها الكراسي غيتم الإزالة ديالها، ومن بعد تم صباغة تلك المنطقة ثم إعادة إلصاق الكراسي في مكانها. كنتمنى نكون نقلنا لكم كل كبيرة وصغيرة في داخل ملعب طنجة الكبير. كنتمنى دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ولايك وشي تعليق محفز في سبيل هذه المجهودات اللي كنقدموا لكم. وباش ما ننساش كذلك كنقدموا تحية الشكر وتقدير للصديق الدراسة اللي التقيت به في جوار ملعب طنجة الكبير، واللي ساعدني في نقل هذه الصور. الله يرحم الوالدين من هذا المنبر هذا، وشكرا بزاف على المساعدة. كتبوا لنا في التعاليق الآراء ديالكم حول الأشغال. بالنسبة للناس اللي كيسقسيو هل سيتم منح هذه المدرجات للجماهير في مقابلة اتحاد طنجة والرجاء، فلا أظن أن المنطقة الشمالية ما غيتمش السماح للجماهير بولوج هذه المنطقة، وحتى الجنوبية لا أظن، رغم انتهاء الأشغال بالمنطقة الجنوبية، يعني انتهاء تركيب الهيكل الخارجي بالمنطقة الجنوبية. لكن كما كتشوفوا داخل الملعب هناك باقي أشغال ديال وضع الكراسي وديال صباغة المدرجات، فلا أظن أن هذه المنطقتين غيكونوا واجدين يوم الأحد. حتى هنا خوتي كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا هذا النهار. كنتمنى تكون نقلنا لكم كل كبيرة وصغيرة، وما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد، ومن أجل هذه المجهودات المبذولة. وإن شاء الله هناك فكرة أنني غنصوركم ملعب طنجة الكبير بالدرون بعد انتهاء الأشغال، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.